يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزين نحل المسألة رقم 2 في الشيت، وهنا بيقول لك write a program that takes a number grade. يعني من الآخر كده احنا هنكتب برنامج بيستقبل قيمة رقمية بتعبر عن الجريد بتاعك. يعني انت مثلا فنفترض بتدرس مادة زي الرياضة، فانت عارف ان الرياضة ممكن عندك الدرجة تكون من 0 ل 100، مقفلها او جايب 0 والقيم اللي في النص جايب مثلا 60 70 ايا يكن يعني. وبعد كده بيقول لك بقى بناء على الجريد اللي داخلالك انا عايزك تعمل برنت للكورسبوندينج ليتر جريد. يعني زي ما قلت لك انت دلوقتي ممكن تكون جايب قيمه رقميه في ماده، زي مثلا انا جايب 70 في الرياضه. طب 70 في الرياضه دي يعني ايه؟ يعني جيد جدا ولا جيد ولا ساقط؟ فهو عايزك تعمل بقى العمليه دي، عايزك تاخد قيمه رقميه خاصه بالطالب وانت تشوف القيمه الرقميه دي، وبناء عليها تقول له على طول هي مثلا كان ممتاز ولا كان جيد جدا ولا كان تقريبا سي جيد ولا كان مقبول ولا كان ساقط، اللي هي A B C D F. تمام. فزي ما قلت لك لو انا الموضوع ده ملخبطني امشي الموضوع نقطه نقطه، ما صعبش الامور على نفسي. رقم واحد هتيك ا نمبر بتوين من 0 ل 100، دي رقم واحد، دي الحاجه اللي انا محتاج اعملها. فدلوقتي مثلا اروح على الكود بتاعي واجي امسح القديم ده كده وابتدي اقول لليوزر خلي بالك انا عايز نمبر انتر يور جريد، واقول له ان هي بتوين 0 ل 100 عشان يبقى فاهم ان الرقم لازم يكون من 0 ل 100. في المستقبل كمان على فكره حاجات زي كده بنعمل عليها ما يسمى بالفاليديشن. ايه الفاليديشن ده؟ التحقق من صحه البيانات. زي الكيس اللي قدامي دي، انا هنا لازم استقبل الجريد من 0 ل 100، ما ينفعش تكون اقل من 0، ما ينفعش تكون اكتر من 100. طب نفترض هو عمل كده، انا هتصرف ازاي؟ الكود بتاعي هيهندل الموضوع ده ازاي؟ فطبعا لازم هنا يكون في كود بيتكتب يتاكد من صحه البيانات، عشان لو البيانات كانت غلط اقول لليوزر خلي بالك انت عندك مشكله في غلطه هنا، بس دي خليها الوقت تاني مش دلوقتي. المهم نرجع نكمل. انا هستقبل الجريد فهسميها جريد خلي بالك، وهقول بتساوي واقول ريد لاين. تمام. واقول له دوت تو انتجر. كده استقبلتها، ودي كده اول نقطه بالنسبه لي. تعال بقى نكمل المساله. هو بعد كده بيقول لك المفروض ان انا هبرنت الكورسبوندينج ليتر، يعني بناء على الجريد اللي جات لي انا عايز ابرنت حاجه من دول. هو بيقول using multiple if conditions. ماشي. تعال بقى نرجع على الكود كده بما اننا فهمنا خلاص هنعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي معايا الجريد اللي انا عايز اعمله ايه يا شباب؟ ان انا اشوف الجريد بقى كانت كام، علشان بناء على القيمه بتاعتها انا ممكن احدد هي A ولا B ولا C ولا D ولا F. فبالتالي انا محتاج اعرف هو انا امتى اقول ان الجريد بتاعته كانت ايه. فانا عارف ان انا ممكن اقول ان الراجل ده جايب ممتاز لو كانت الدرجه بتاعته اكبر من 85، اكبر من او يساوي 85، يعني من 85 فيما فوق ممكن نقول ان هو جايب ايه. ونفس الكلام امتى اقول ان هو جايب بي؟ لو كانت الجريد بتاعته اكبر من او يساوي برضه كام؟ 75. طبعا ممكن ما تكونش الارقام دي مظبوطه، يعني على حسب الجامعه اعتقد الموضوع بيختلف والحاجات دي، بس مش مشكله احنا دلوقتي بنتوقع يعني. وممكن اقول ان هو جايب جيد لو كان مثلا فلنفترض جايب ممكن مثلا 65 فيما فوق. A B C فاضل لنا دي اللي هي مقبول، ودي اعتقد من 50 فيما فوق اكبر من او يساوي 50. تمام. غير كده فهو ساقط، يعني اخر واحده ممكن نخليها في الالس، لان غير كده كانش 85 ولا 75 ولا 65 ولا 50. فالراجل ده يعني ربنا يكون في عونه شال الماده. فمش ممكن نمشي ممكن نمشي بالنظام ده. يبقى انا هاجي هنا احط اف كونديشن بسيطه وعايز اشوف الجريد بتاعتي لو كانت اكبر من او يساوي 85 هقول ان الراجل ده الليتر بتاعته هي ايه. فانا هقول هنا لو كانت الجريد اكبر من او يساوي 85 فهحط هنا كيرلي براكتس كده، واقول بعد كده ان الجريد بتاعته زي ما هو قايل هنا هي ايه. تمام. هو قال لي اعمل برنت للكورسبوندينج ليتر، فانا كل اللي محتاج اعمله ان انا اجي في المكان ده واقول خلي بالك print مثلا your grade is A. جميل جدا. نيجي بقى على else if التانية، يعني هقول else if بالمنظر ده كده واشوف الجريد برضو لو كانت اكبر من او يساوي 75. هاجي في المكان ده واقول له خلي بالك print ال n كده your grade is B. راجل جايب بي يعني جيد جدا. وهنا اقف شويه واخد بالي من نقطه. لما جيت هنا قلت لك ان عشان اقول ان الراجل ده جيد جدا فمعنى كده ان الجريد بتاعته المفروض تكون اكبر من او يساوي 75. لكن خلي بالك عشان اكون صريح معاك انا فوتت حاجه هنا. ايه هي اللي انا فوتها؟ اللي انا فوتها هي حاجه لوجيكال كده بسيطه. انا عارف ان عشان اقول ان هو جيد جدا لازم الجريد بتاعته تكون اكبر من او يساوي 75، لكن تكون اصغر من كام؟ اصغر من 85. ليه الكلام ده؟
ده، لان هي لو ما بقتش اصغر من 85 يعني معنى كده كانت اكبر من 75 لكن برضو اكبر من 85، فهي ايه؟ فهنا في بعض الشباب تيجي تقول لك طب بص يا باشمهندس، انا هاجي في المكان ده واقول له بالمنظر ده، هقول له هنا كده اند الجريد برضو لازم تكون اصغر من كام؟ اصغر من 85. لازم اعملها بالمنظر ده. هو يقول لك كده لازم اعملها بالمنظر ده. ليه بقى؟ لان انا لازم اضمن ان الجريد كانت فعلا اكبر من 75 لكن تظل اصغر من 85 عشان اقدر اقول ان هو ايه؟ ان هو جيد جدا. لكن غير كده ممكن اقول ان هو ممتاز لو كانت اكبر مثلا من 85، او اقول ان هو جيد لو كانت اصغر من 75. طب هل ده صح؟ مش غلط، لكن صراحة ملوش اي لازمة في المكان ده دلوقتي. ليه بقى؟ لان انا رتبت الكونديشنز بتاعتي بشكل يسمح لي ان انا اتغاضى عن دي. خليك مدرك ان الكود بتاعك بيتنفذ خطوة ورا التانية، فبالتالي ده ممكن يكون ليه تأثير على نتيجة الكود بتاعتك. يعني لو لاحظت معايا هنا، انا عشان ابتديت بان الجريد اكبر من او يساوي 85، فبما انه هيبص على دي اول حاجة، فبالتالي وانس ان هو جه في المكان ده يبقى انا خلاص عرفت على طول ان الكيس دي ايه؟ فشلت. فمعنى كده هو الرقم 100% اصغر من كام؟ اصغر من 85. فتلاقيه مديلك وورنينج في المكان ده ويقول لك دي خلي بالك على الاغلب ملهاش لازمه اساسا ان انت تكتبها، لان بما ان دي ما اتحققتش فاكيد الرقم كده اصغر من كام؟ اصغر من 85. فدي نقطه مهمه جدا تاخد بالك منها. ايه هي؟ ان ترتيبك للكود حتى الكونديشنز اللي بتعملها ممكن يفرق. يعني انت لو جيت عكست بقى الموضوع، ابتديت لي مثلا بالاف دي الاولى وحطيت لي بعد كده هنا اللي هي 85، لا الكود بتاعك كده مش مظبوط. وخلي بالك حتى هو مديلك وورنينج، يعني بص حتى هو مديلك وورنينج اساسا، هو شاطر بما فيه الكفايه ان هو يفهم النقطه دي. تمام؟ فبالتالي لو انا عايز اكتب الكود بتاعي بالشكل ده لازم فعلا دي بقى تبتدي ايه؟ تبتدي باند الجريد تكون اصغر من كام؟ اصغر من 85. وقتها الكود بقى ممكن يشتغل عادي. فيبقى انا دلوقتي اللي وضحته لك ايه؟ ان الكود بتاعنا زي الفل وسليم، مش محتاجين نعمل فيه اي تعديلات خالص، لكن مهم انك تاخد بالك من ترتيب الخطوات. خليك واعي لحاجه زي كده. تمام؟ لان هي فعلا بتفرق. المهم بقى نرجع نكمل الكود بتاعنا. هنقول else if الاخيره لو كانت الجريد اكبر من او يساوي 65 تقريبا، لا مش دي الاخيره، لسه في واحده تانية بعديها. فهنيجي كده نحط هنا print in statement ونقول الراجل ده your grade is مثلا تقريبا C، وبعد كده else if كانت الجريد اكبر من او يساوي 50. في الحالة دي هنيجي هنا ونقول له print ln your grade is D else خلاص الراجل ده شايل المادة، فاقول له بقى ايه بقى؟ print ln كده you failed. ماشي، تعالى كده بقى نجرب الكود. ممكن نعمل run كده وبيقول لك هو enter your grade between 0 ل 100. هقول له ماشي، بص الجريد بتاعتي كانت 55، هيقول لي على طول your grade is D. تمام؟ زي ما انت شايف اخر حاجة اللي هي دي. فكده المسألة اتحلت، كده الدنيا زي الفل، ومسألة لطيفة جدا خليتك كويس وتفكر شوية. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو ده ان شاء الله، ومع السلامة.